هنا شغلها السجل الصناعي ورئيس السجل التجاري ورئيس غرفه التجاره التجاري عشان ترجع تاني. لازم دعم الدوله يرجع تاني. لازم المسؤول اللي سرق في يوم من الايام على الاقل يحترم تحقيق مسؤوليتي ويسيب ينطق فينا لغايه يجي احسن. هو ده اللي احنا عايزينه. يا جماعه احنا قلنا الثوره عشان حريه وكرامه انسانيه وعداله اجتماعيه. النهارده بكره مش هنعرف نتكلم ونكتب الحق. النهارده الركاب النكتات بس احنا بنطلع مننا هيحرمونا حتى نتكلم. احنا اصحاب حق. زي بيقولوا يا جماعه عايزين بيجربوا لك نكتات بيفتخروا بينا. طب يجيبوا لنا ليه؟ يطلعوا منطقه صناعيه في السوهاج ليه؟ يعملوا منطقه صناعيه الاساس. احنا شغلتنا نعمل ايه؟ يا جماعه اللي اخوان دعوة بالمجال لازم نجي فينا اي حته. احنا طلعنا امبارح ضربنا النار هناك. انت عايز حد يسجل انت فاهم ازاي؟ كل حاجه القضيه السياسيه بالجهاز الاول. النظام فاشل. القضيه سياسيه مساكننا بعيدة بأي هذه أنا ملاجئ مساكننا بأي هذه يأكلنا كل يأكلنا وكل يأكلنا مساكننا في السياسة بتاع الدولة. هنا تاني عايزين نرفض إذا كان القضاء الآن في يوم من الأيام شأننا الجيش عنده سعيد يا جماعة هنضيع النهارده بيعملوا مقالة لأساس جميلة من تركي بتعمل من تركي النهارده يحشونا إذا ما كانش بحث علم النهارده وتشتغل على طريق داخلية وتيجي تلاقي الناس النهارده على 4 سنين كله بيزلزل وعايزين عايز عشان رئيس الجمهورية رئيس العجل البلد ضيعة الدولة عاملين مدرسة مكتوب جنب السقف زي قلت من اول مليون مره يا جماعه سيبها في النص مره واحده. النهارده رجاله خاصين مع بعض ونفذ المسؤول اللي يقعدوا معانا والا غير كده مش هنعيشها. والله انا هتبقى النهارده معلش اي ناس واقفين وحشين يبقوا واقفين نقعد تحتها مره واحده مفيش مشكله ما نقدرش حاجه. احنا في نقطه كمان المشروع في العكاري تاجر وحسين ساكن خامس. انا كده اعرف عشان الورشه الصغيره وطريقه السبب اللي هم 40 و50 ورشه بيسموها تحت السلم اللي بحط الحته بتاعت السلم والنت والجبل. لكن طاير ما بنطلعش. يطلع من الخارج الاتحاد الاوروبي والمنظمات المشابهه بيتصرف بيروحوا للاستثمار ورجال الاعمال بيروحوا لاصحاب المصالح بيروحوا لشركه المعركات بيروحوا للغرفه التجاريه بيروحوا للراسماليين. العمال لو ما وقفوش عشان تاخد حقها هتضيع. العمال لازم تاخد حقها. النهارده يوم تاريخي في تاريخ دولهم. النهارده احنا بنوصل رساله لكل مسؤول في الدوله. بنوصل رساله للحكومه الفاشله المديرات خرجت بعيدا عن السياسه. ناس تاني انقطاع الحكومه فاشله. احنا عايزين نقول لرئيس الوزراء في عمال تاني بعيد عن السياسه بعيد عن السلطه بعيد عن كل حاجه. احنا عايزين نقول لك انت فاشل. انت ضيعت الدوله. انت جوعت الضريطه اللي خيرهم على الدوله. انت بتاخد ضرايب من بيوتنا واحنا مش بناخد حاجه. احنا مش موظفين. كل محافظات الدوله موظفين وياخد مرتب اخر الشهر وهو مرتاح حتى لو ما راحش وياخد تامين صحي ولو كان ما تاخد معاش. انا لو ما اشتغلتش بايدي هجوع ورا. يا جماعه احنا ما كانش هيوصل ل 50 جنيه. الجنيه في العراق والطرق في الارتفاع والراسماليين بياكلونا. الراسماليين بياكلونا يا جماعه. مستورد قبل كشف القمر
الاسنان يعمل فيهم مخازن ابلكاش وخشب من دمنا كلنا، من دمنا كلنا. الدولة فين؟ الضرايب فين؟ الرقابة فين؟ انا لازم اقول ان الدولة فاشلة والحكومة فاشلة والرقابة فاشلة واحنا الضحية. النهارده عايز اعكس تاني، النهارده انتهت الفعاليات بتاعتنا لمدة 10 ايام. النهارده احنا بنبدأ بوقت هنا واعلنا اعتصامنا في ميدان الساحة. هنبدأ من بكره يا جماعه، احنا معتصمين هنا طول الاسبوع، طول 10 ايام. هنبدأ من بكره نخرج من كل قرية يوم، هنخرج من مسجد السيانة، هنطوف بكل شوارع السيانة، هنوصل رسالة لكل وش ولكل شارع ولكل ست ولكل راجل اللي بالذات بتبيع. هنحشد في كل قرية يوم، في كل قرية يوم. واليوم العاشر هنعلن يوم اضراب عام، يوم اضراب عام على مستوى دمياط. كل المحلات يقفل وكل الورش تقفل، وهنخرج في يوم غدا مفيش حكومة هتقدر تقول وش الطميطة. الطميطة خرب، الطميطة نزل. بسم الله الرحمن الرحيم.